وبحسب معلومات من صحيفة سبورتا كاتالونيا فإن برشلونة يستعد بالفعل لتقديم عرضه الرسمي لبرناردو سيلفا الذي بات أولوية مطلقة لإخوان لابورتا بطلب من مدرب الفريق تشافي هرنانديز، خاصة بعد الرحيل المفاجئ لعثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان. وبحسب نفس المصدر سيقدم برشلونة لمانشستر سيتي عرضا بقيمة 65 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 10 ملايين يورو حوافز. العملية شبه مستحيلة، ولكن وفقا لصحيفة سبورتا كاتالونيا سيحاول نادي برشلونة كل شيء للتعاقد مع برناردو سيلفا هذا الصيف. واختار بالفعل برشلونة الدوري الإسباني بنيتهم التوقيع مع برناردو سيلفا الذي سيكون راتبه من 10 مليون يورو إلى 11 مليون يورو لمدة 3 سنوات زائد سنة أخرى اختيارية. برشلونة يحسم التوقيع مع الموهبة الألمانية نوح درافيتش المولود في عام 2006. يعتبر واحدا من أكثر المواهب إثارة للاهتمام في مركزه. مصادر برشلونة تؤكد حسم الصفقة. سيدفع برشلونة رسوم ثابتة بقيمة 3 ملايين يورو إلى فرايبورغ لنوح درافيتش. ستشمل الصفقة أيضا الحوافز. برشلونة على الاستعداد للاستماع إلى العروض بقيمة 10 مليون يورو لسيرجينو ديست، بما في ذلك صفقة إعارة مع خيار الشراء. جوشكو غفارديول وقع على عقد كلاعب جديد لمانشستر سيتي بعد تجاوز الفحص الطبي. أدى بحث ويستهام اليائس بشكل متزايد عن الصفقات الجديدة إلى قيام النادي بنشر إعلان عبر الإنترنت يعلن فيه حاجته إلى 7 لاعبين لتعزيز صفوفه هذا الصيف. نادي شرقي لندن هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يوقع مع أي لاعب في الفترة الانتقال الصيفية الحالية، بعد أن باع قائد الفريق ديكلان رايس إلى أرسنال مقابل 105 مليون جنيه استرليني الشهر الماضي. تم تعيين تيم شتايدين صاحب 44 عاما كمدير فني جديد لويستهام في بداية يوليو، وكانت هناك تقارير عن توتر العلاقة بينه وبين المدرب دافيد مويس حول ملف أهداف الانتقالات التي يتم متابعتها. كما ذكرت صحيفة ذا أتلتيك الأسبوع الماضي فإن مويس حريص على توقيع مع لاعبين بريطانيين ومحليين. فشل النادي في إحراز تقدم في مفاوضات لضم هاري ماغواير وجيمس وأرد براوز وكونور جالاكير وسكوت ماكتوميني، مما جعل فريق مويس يبدو ضعيفا مع اقتراب الموسم الجديد. أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن توقيع مع لاعب الوسط الأمريكي يونس موسى حتى عام 2028 قادما من فالنسيا الإسباني مقابل 20 مليون يورو بما في ذلك الحوافز. ودفع ميلان 18 مليون يورو مضمونة لفالنسيا بالإضافة إلى 2 مليون يورو أخرى من المكافآت المتعلقة بالأداء. يونس موسى في نيويورك في 29 نوفمبر 2002. جاء يونس من أكاديمية أرسنال قبل أن ينتقل إلى فالنسيا في عام 2019. لعب موسما واحدا مع الفريق الثاني قبل أن يتم ترقيته إلى الفريق الأول، وظهر لأول مرة في سبتمبر لعام 2020 وخاض 108 مباريات وسجل خلالها 5 أهداف، وخاض 24 مباراة مع المنتخب الأمريكي وفاز معه بلقبين بكأس الكونكاكاف. سيرتدي يونس موسى الرقم 80 مع ميلان. ويعتبر يونس موسى هو التوقيع الثامن للروسونيريا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد كل من صامويل شيكوينزي من فياريال، كريستيان بوليزيتش وروبن لوفيتشيك من تشيلسي وتيجاني من أندهوفن ونوح أوكفور من سالزبورغ ولوكا روميرو من لاتسيو وحارس المرمى الإيطالي ماركو سبورتيلو من أتلانتا بيرغامون. أفادت تقارير صحفية مختلفة توصل إنتر ميلان إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ للتعاقد مع حارس المرمى السويسري يان سومر في صفقة انتقال دائمة لتعويض انتقال أندري أونانا القياسي إلى مانشستر يونايتد. وبعد مفاوضات طويلة مع بايرن ميونخ توصل الناديين أخيرا إلى اتفاق مقابل 6 ملايين يورو، واتفق إنتر مع بايرن على دفع المبلغ على أقساط لمدة عامين مما يمنحهم مزيدا من الوقت لتغطية تكلفة العملية.
حدد بايرن ميونخ ليلة الجمعة كموعد النهائي لتوتنهام للرد على عرضهم الأخير والنهائي لضم المهاجم الإنجليزي هاري كين، والذي يعتبر على عرض يقدمه النادي البافاري في تاريخه لضم لاعب. وحسب ما ذكرت مصادر شبكة إسبان، العرض الأخير والنهائي من بايرن ميونخ يصل إلى 100 مليون يورو، إضافة إلى حوافز بقيمة 20 مليون يورو. هاري كين في الأشهر 12 الأخيرة من عقده، لكن باير مستعد لتحطيم أعلى صفقات انتقال سابقة له، وهي 8 مليون يورو لأتلتيكو مدريد للمدافع لوكاس هرنانديز من أجل التوقيع مع اللاعب الدولي الإنجليزي. وينتظر بايرن ميونخ الآن الإجابة من توتنهام بحلول نهاية ليلة الجمعة، وهدد باير بالانتقال إلى أهداف أخرى إذا لم يتلقى ردا إيجابيا. أسباب فابريزيو رومانيو قضية كيليان مبابي متروكة لريال مدريد إنها بأيديهم. الجميع ينتظر ريال مدريد لاتخاذ الخطوة. يعتقد باريس سان جيرمان أن الشائعات حول مغادرة لويس أنريكي للنادي قادمة من مدريد. حسب نفس المصدر، لا تزال نية ريال مدريد هو إنهاء صفقة كيليان مبابي قبل أول مباراة في الدوري الإسباني في 12 من أغسطس الجاري.